أخيرا وليس أخيرا أتوقف عما يحدث الآن، وأرى أنه من واجبي أن أتحدث إليه وأنا قلبي يدمي لما يحدث في القدس ثالث الحرمين قبلة المسلمين والمسيحيين. ما يحدث يدمي القلوب لنا جميعا. لقد رأينا ما تقوم به إسرائيل من طرد المواطنين الفلسطينيين، ومن دمار، ومن سلب وأرض ولهب الأراضي. ونقول لهم ليس هذا مفتاح السلام في المنطقة. القضية الفلسطينية ما زالت وسوف تكون وسوف تظل هي بؤرة النزاع الحقيقية، ويجب أن تحتل المرتبة الأولى، ويجب على أوروبا وعلى العالم كله وعلى الأمم المتحدة بجميع منظماته أن يعي هذه المسألة وأن يعاملها. رأينا عندما قامت الحرب في أوكرانيا العالم كله تجمع ومئات المليارات ذهبت للدمار والسلاح نحن نقول أيضا المشكلة الفلسطينية لابد أن تحظى بهذا الاهتمام. لابد أن نعي تماما أن الشعب الفلسطيني الأعزل يقف يتطلع يريد السلام، واجتمع العالم كله ووافق على وجود دولتين، وإسرائيل ترفض حل الدولة وحل دولتين. ماذا تريد؟ وأين الحل؟ وأين المسار؟ وماذا نقول لهم؟ وماذا نطالب منهم؟ وماذا نطالب من المجتمع الدولي أن يفعل؟ ها أنتم اليوم ممثلين هذه الشعوب، هذه مسؤولية أحملكم مسؤولياتكم في بلادكم، وأن تقولوا هذه مقولة قالها البام عشرات بل مئات المرات في اجتماعات المتتالية. أقول لكم أن هذا النزاع هو النزاع سوف يبقى إلى الأبد ما لم تحل هذه القضية الفلسطينية. آن الأوان. كفى دمار. أنتم تعرفون ماذا يحدث في هذه البلاد، ماذا يحدث في هذه البلاد. ورغم الإرادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الأعزل إنه يقف بكل بطولة وبكل جسارة أمام كل هذه التهديدات. وأنا باسمكم جميعا أريد أن أحيي الشعب الفلسطيني العظيم الذي وقف أمام كل هذه المسؤوليات جميعا. لقد آن الأوان أن نجد حلا لهذه الموضوعات، وأن تكون لنا وقفة جادة، وأن تكون لنا وقفة أمام العالم كله. وأطالب الأمم المتحدة أيضا باسمكم جميعا أن تحل هذه الموضوعات. كفى. هناك 138 دولة اعترفت بفلسطين. نريد أن تكون عضوا عاملا في الأمم المتحدة. لما لا؟ ولماذا يتأخر حتى الآن؟ لقد كان منذ أسبوعين في القاهرة حديثا للملوك ورؤساء العرب. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال كلمته، والملك الأردن قال كلمته، وأبو مازن رئيس فلسطين قال كلمته. نريد السلام، نريد من يضع أيدينا في أيديه للسلام. وهذه المطالب المشروعة الحقيقية للشعب الفلسطيني. أما آن الأوان أن يعي الجميع مسؤولياته، وأن نرى هذه الموضوعات تحل في القريب العاجل. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.